الخميس السعيد. اليوم كان يومي كلش حلو، بس حسيت اليوم كلش طويل وهواية أشياء صارت وأحداث. سلوان وسيف وشمس اليوم كلهم بالبيت، بس شام بالمدرسة راحت امتحنت أداة فنية. أنا قعدت سويت هاي الدجاجة وتبلتها وسويت هذا الصوص. طبعا هذا الصوص معجون ودبس الرمان وشوية شطة وليمون وملح يجنن. تبلت الدجاجة بالخضار وخليتها بالفرن، وهسه اجى دور سلوان راح يسوي لنا حلا كلش طيب وسهل هم. الحلا عبارة عن بسكيت وقشطة وحليب مكثف، والوجه مالته يكون كاكاو ويا قشطة هم. الطبقة الأولى هي عبارة عن بسكيت وحليب مكثف وقشطة تخبطوهم سوية، والطبقة الثانية أي نستلة أي كاكاو أنتم تحبون تخلون عليها قشطة وتخلوها بالفرن مايكروويف. أنا خليتها بالقلاية الهوائية. واليوم قررت أطبخ برغل بدال التمن ويا الدجاج، ما أعرف ليش هيك عجبني. وهنا دا أعلم كاثرين طريقة طبخه. وسيوفي صاعد فوق دا يطلع الألعاب ويخبث ويشوف شنو القديم ويرجع يصلحها، فقلت له تعال حبيبي ماما فرغ طاقتك وسوي لنا كيكة من هاي الطيبة، لأنه شيماء راح تجينا بالطريق. بعدها أنا كملت الكيكة وخليتها بالفرن، وهنا قلت أسوي باذنجان بما أنه أنا عندي لبن بالباذنجان. وهنا ماجد رجع من الدوام وجهال كلهم ركضوا يستقبلوا، وسلوان دا يعزل بالهول لأنه شيماء وصلت للبيت. ومن قعد شيماء بدون شغل لازم تساعدنا وتحضر ويانا السفرة، وهاي كانت سفرتنا ومكانكم كلش خالي، ولازم نحلي بعد الأكل ونشرب الشاي. والحلا اللي سوانا يا سلوان والله يجنن. بعدها طلعنا أنا وشيماء افترينا بالسوق واشترينا ورجعنا أكلنا حلا للمرة الثانية، وصلتها للبيت وبعدها أنا رجعت لبيتي.